سر البن والبلند. يا صباح القهوة يا مساء البن. القهوة مش مشروب عادي، القهوة بقت اسلوب حياة، وورا كل فنجان حكاية طويلة، من اول حباية البن لغاية ما بندوقها او بنتذوقها. ومعانا انا ووليد في الحلقة مستر محمد خشاب، خبير القهوة وعنده خبرة طويلة في صناعة البن والبلند. اهلا بيك يا مستر خشاب. اهلا بيك يا مستر عبد الله، انت ومستر وليد. اهلا بيك. عاوزين نبتدي بقى ونعرف ونعرف برضو الناس يعني ايه كلمة قهوة، وايه الفرق بين الارابيكا والروبستا والبن بقى. يعني اتكلمنا عن البن شوية كده. يا مساء القهوة الاول زي ما انت بتقول. بص، هي القهوة ليها حاجتين سلالتين، هي بتتزرع ما بين مدارين خطين استوائيين اللي هو الجدي والسرطان. بينزل منهم 2 سلالة، حاجة اسمها ارابيكا وحاجة اسمها روبوستا. الارابيكا والروبوستا هتلاقي هنا مقارنة بسيطة جدا جدا. الارابيكا هتلاقيها هي بتتزرع من فوق 900 ل 1000 فيت من فوق مستوى البحر وانت طالع، والارابيكا والروبوستا على مستوى اقل شويه من اقل من 800 او 700 وانت نازل. الارابيكا بتلاقي فيها سويتنس، الروبوستا بتلاقي فيها هارش او مراره شويه. نسبه الكافيين في الروبوستا اعلى من نسبه الكافيين في الارابيكا. ده باختصار بسيط. ايه اهم الدول بقى اللي بتزرع البن؟ والله انت عندك في البن بنجيبها من 3 ريجون، اللي هو امريكا اللاتينيه وافريقيا واسيا. اهم الدول في تصدير البن او اهم الدول اللي احنا في عليها الاستهلاك عالي اكتر بتاعت المجموعه بتاعت لاتين امريكا، ويليها بتاعت است افريقيا، ويليها بتاعت اسيا باسيفيك. احنا هنا في مصر بنحب اكتر الحاجه بتاعت لاتين امريكا. هي بتبقى حاجه شوكولاتي وسويتنس فيها كده، ما فيهاش مراره كتير قوي، او مش مراره، خلينا نقول الحمضيات. لان احنا هنا مفهوم المراره مع الحمضيات بيدخل شويه الاثنين. انت خليت كده القهوه ثقافه، يعني في ناس بتحبها كده وفي ناس بتحبها كده. هي ثقافه وهي كلها صح، مفيش حاجه فيها غلط. هي لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. لكن هي القهوه ثقافه وصناعه كبيره جدا، بدليل حاجات كتير جدا في السوق عندنا في الماركت وفي العالم كله اساسا. انت القهوه في اقتصاد دول كتير قائم على زراعه القهوه وتصدير القهوه. لاتين امريكا والناس اللي هي بتزرع القهوه ديت، برازيل مثلا، برازيل عندك جزء كبير جدا من اقتصادها قائم على القهوه. مظبوط. في اوقات كتيره جدا بنبقى داخلين كافيهات واماكن ونقعد نطلب مثلا، يقول لنا الكوفي اوف ذا داي، فنقول له عايزين القهوه دي، فيفضل يقول لنا بقى القهوه دي بلند ميكس. يعني ايه كلمه بلند اللي بقت منتشره في اغلبيه الاماكن اللي احنا بنروحها؟ يعني انا افتكر الصبح من كام يوم بطلب اوردر الصبح، فقال لي ده بلند بين دوله كذا ودوله كذا. ايه قصه البلند؟ البلند ده بيبقى مزيج من نوعين او 3 انواع قهوه، بيبقوا النوعين او 3 دول مع بعض. هم بيختاروا بناء على شويه معايير معينه. بيجي يعمل البلند. الكوفي اوف ذا داي او الحاجات ديت هم بيكونوا عاملين بروموشن او حاجه، وعنده مثلا قهوه مميزه فيقول لك كوفي اوف ذا داي النهارده هنعملها في حاجه فلانيه، عاوز يعمل على سبوت او يخلصها. ممكن برضو يعني احنا في المجال عارفين ده حقيقي بعض الاوقات. ممكن يكون البلند ده هو السيجنتشر، يعني من الحاجات القويه ان المكان بيتعرف بيها، بيتميز بيه، ان هو بيعمل ميكس حلو. يعني انا اوقات كتيره بيعجبني مثلا الكوفي اوف ذا داي من اماكن معينه، فعلا بحس ان القهوه الطعم فيها واضح. انا فعلا مودي بقى مظبوط معاه. فانا شايف ان البلند جزء بيلعب دور كبير في جوده ونوع القهوه. هو مش بيلعب في جوده ونوع القهوه بس، هو البلند مهم. دي بتختلف من براند لبراند. في براندات بتشتغل سنجل اوريجين بس، في براندات بتحب تشتغل اللي هو البلند. على حسب البلند ده برضو، انت لما بتيجي تعمله بتشوف ثقافه البلد اللي انت بتقدمه فيها بتقدمه ازاي. زي ما انت قلت من شويه، اللي هو فعلا هو ممكن يكون عاملها الايدنتيتي بتاعته للبراند، ان البلند دوت عامله اكسكلوزيف لنفسه، تمام، وهتيجي دي السيجنتشر بتاعتي. ده يخليني برضو افكر معاك واسالك فعلا عن حاجه. هل اللي بيحدد طعم القهوه نوع القهوه، ولا طريقه التحميص، ولا التحضير؟ ايهما اهم في ان هو يحدد طعم القهوه بالنسبه لي؟ يعني في ناس كده بتشرب قهوه، لكن طب انت شربت قهوه هو مش عارف. احنا عايزين برضو نفهم، نوضح للكل الحته دي.
ايه الحاجه اللي ممكن تخليني احدد نوع القهوه؟ نوع القهوه نفسه الحبوب، ولا طريقه التحميص، ولا طريقه التحضير؟ التلاتة مرتبطين ببعض، يعني مفيش حاجة منفصلة عن حاجة. نوع القهوة بالتحميص بالتحضير، التلاتة. عشان يجيبوا البلند اللي انت عاوزه، او يجيبوا هو احنا الكواليتي هنا اللي انت عاوزه. احنا هنا مش بنتكلم في بلند على قد احنا ما بنتكلم دلوقتي في الكواليتي. مم. وكاب اوف كوفي بتشربه كويس، وازود لك عليها حاجة رابعة كمان، التولز والباريستا اللي واقف. اكسلنت بودي. انا برضك عندي حاجه مهمه جدا برضك، يعني اتحمل بقى اسئلتي كتير. لا 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 لا, لا. انا بشوف دايما ممكن اروح نفس المكان من مكان لمكان ونفس نوع القهوه، والاقي نص يعني نفس نوع القهوه ده مختلف. يعني انا مثلا انا بحب اللاتيه جدا، بحبه اكسترا هات وزود فوم. انا بعشق اللاتيه، لكن احيانا باخده من مكان لمكان مختلف كليا. ده بيبقى راجع للتولز والباريستا اللي واقف. مش نوع القهوه يا مستر خشاب. لا لا لا، مش نوع القهوه، يعني هي نوع القهوه ثابت. يعني اقدر برضك اقول لك ان ممكن الكاليبريت بتاعت المكنه، درجه حراره الميه، نوع اللبن، هل ده كله بيلعب دور في انه ممكن يغير الطعم؟ رقم واحد نوع التولز والباريستا اللي واقف. رقم اتنين نوع الميه. لازم ان انت نوع الميه من منطقه لمنطقه، مش من بلد لبلد، من منطقه لمنطقه الميه بتختلف، الجزيئات اللي فيها بتختلف. عشان كده بنركب فلاتر بطريقه معينه، وبنظبط فيها هاردنس وشويه حاجات كده، التي دي اس والاملاح، ولازم تقيس البي اتش بتاع الميه في المنطقه ديت عامل كام. زي مثلا قارن ما بين منطقه التجمع ومنطقه زايد. عندك البي اتش في زايد او في اكتوبر اقل من التجمع، لان التجمع صحراويه شويه، فهنا لازم ليها فلتر معين وهنا ليها فلتر معين. ده ليه تاثير كبير جدا الميه في موضوع القهوه. وظبطه المكنه برضو بتختلف عن السوفتنر ده او الفلتر. بص خلينا نقول فليها تكنيك اكيد يعني. خلينا نقول السوفتنر مش فلتر. السوفتنر حاجه والفلتر حاجه. السوفتنر ده هو مجرد شوايه، مش اكتر ولا اقل. ما لازم جنب السوفتنر لازم فلتر. لا، الفلاتر الجديده اللي طالعه دلوقتي مش محتاج سوفتنر تماما. تمام. لان هي فيها شويه بروسيس وفيها ميكانيزم معين. هو بتاع الفلتر انت بتطلب منه 1 2 3 بيظبطها لك على المكنه. بعد كده بتيجي للكالبريشن، تظبط الكالبريشن. بعد كده بتيجي للريشيو بتاع القهوه، نسبه القهوه للميه، الجرام من القهوه بيساوي قد ايه ميه. فانت لو ظبطت الريشيو ده مظبوط هتلاقي الكواليتي كاي كويس. على فكره الجزئيه دي انا لاحظتها في فتره كبيره من فترات السفر. كنت بسافر فترات كبيره بين دول مختلفه، فكنت الاقي فعلا ان من بلد لبلد مع ان نفس البراند ونفس الكوفي، بس فعلا التيست بيختلف، الميه بتختلف زي ما قلت. يعني دي فعلا انا لاحظتها، لان انا مثلا كنت احب دايما اشرب الامريكانو، لكن فعلا كنت انزل مصر مثلا الاقي ان طعمه احلى اجمل. وده برضو بنلاحظه في كومنت كتيره. ده برضو بيخليني ونرجع لنوع الحليب كمان. يعني الكثافه البسطره والكثافه بتاعت الحليب بتاعت مصر اتقل شويه من بره. تمام. عشان كده لما بتيجي اي براندات بتيجي من بره لجوه لازم تعمل ادابت شويه في الريسبيهات بتاعتها. طيب احنا اتكلمنا في تفاصيل مهمه جدا، والتفاصيل دي الاغلب ان اغلبيه اللي حوالينا عايزين يفهموا اكتر. زي ما في فود تيستنج، في كوفي تيستنج. فدوقنا بقى نوع القهوه. ايه رايك واحنا موجوده معاك؟ ماشي، ونشوف الحاجات دي كلها وازاي بنقدر نعمل كوفي تيستنج. يلا واحنا بنتكلم نشرب قهوه كده، لان اغلبيه الناس متعارف عليها ان بس بنعمل فود تيستنج. لا، في كمان من الثقافات المتعارفه في اللاين بتاعت الكوفي ان في حاجه اسمها كوفي تيستنج، هي تذوق القهوه ومراحلها. فيلا بينا معاك بقى ورينا واحنا بنتكلم كده النوع اللي نقدر نشربه النهارده، واحنا هنعمل كوفي تيستنج معانا. واحنا بنتكلم كده ممكن نعمل قهوه. انا خليني برضه اقول لك، انا اول مره عملت كوفي تيستنج في حياتي كان في الكويت. اوكي. وكان اوفيشالي، بس كان مكنه باريستا بقى محترمه. لا هو كان كوفي بريس. كان كوفي بريس، وكنا في الكويت. واللي عملت الكوفي تيستنج الخشب بيفتكرها كانت مادي وليسلي. انا حتى لما قعدت معاهم وبيقولوا خطوات الكوفي تيستنج، فانا قاعد منبهر، يعني ايه اللي بيعملوه ده؟ انا كنت لسه خارج من اللاين بتاع الفاين دايننج والكاجوال دايننج، فجاه واحده رحت للكارير بتاع الكوفي. فهم قاعدين بقى جابوا ترابيزه وبيعملوا كوفي تيستنج وانا قاعد منبهر. فهم في ستيبس معينه بيعملوها عشان تقدر تقيم القهوه دي. انا طول الوقت قاعد بقى انت منبهر. كنت يعني حاجه جديده بالنسبه لك. انا قاعد منبهر بايه اللي بيعملوه ده، انت فاهم؟ انت سميل سليرب ديسكرايب. فانا بالنسبه لي هو احنا طبعا بننقصنا بس شويه تولز كده، بس هنتعامل اكننا قاعدين مع بعضينا بقى كده. طب احنا قاعدين على احنا اصحاب. بالظبط كده، بنعمل قهوه اصحاب. بس هي فعلا. طب خشاب، هو في نوع قهوه يعني بيميزوه البنات او الجنس الناعم عموما،
لا 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 ولا هم القهوة برضه بص، بيحبوا القهوه زي ما احنا بنحبها؟ عاوز اقول لك على حاجه. بص سؤال هقول آه، لك هقول لك على حاجه حلوه. كوبايه القهوه ديت عامله زي ما تكون كده قاعد مع بنت حلوه. اه اذواق. مظبوط. بس كل واحد بيشرب كوبايه القهوه بتاعته بقى زي ما هو عاوز. ما فعلا كان وليد وبعدين- بيتكلم برضه في حاجه، بيقول لك انا بجرب القهوه هنا بتست مختلف، ممكن ما يبقاش الميه بس، ممكن نوع البن ذات نفسه. مم. زي ما انت قلت في الاول، فعلا انواع البن مختلفه، وانواع ومصادرها مختلفه، فده اللي بيميز ده عن ده. ولولا يعني لولا الاذواق الكتيره لبارت السلع زي بالظبط ما بيقولوا كده. يعني. طب بالظبط. انا عايز برضك اضيف لك مم. حاجه. انا قبل ما اخش في اللاين بتاع الكوفي ده، انا عمري في حياتي ما كنت احب القهوه نهائي، ولا الشاي ولا الكلام ده. لما انا بدات اعمل سيرش واتعلم وادرس يعني ايه قهوه ويعني ايه كوفي ماستر والحاجات دي كلها، بعد ما عملت كوفي تيستنج معاهم في الكويت، اشتريت كوفي بريس، مجموعه كوفي بريس ومجموعه كوفي بينز، وكل اللي قبله اديله. واي حد يجي يزورني لازم اجيب له كوفي بريس، لدرجه ان في ناس يقول لك ما تروحش عند وليد ده يزنقك في الكوفي بريس. أيوة. اي حد كان يجي لي فوق في الشقه اللي في حوالي يطلع يخبط مساء الخير خش. هي التجربه لازم تجربة. ولازم أشرب وهنا كوفي برضه بريس. عندنا برضه عشان ناس كتيره ما تعرفش يعني ايه سبيشال كوفي. السبيشاليتي لسه جديده على ناس هنا في مصر. بص هي ما بقتش جديده اول السبيشاليتي، آه. بقت معروفه دلوقتي كويس جدا مم. غير الاول. يعني هنرجع مثلا هنقارنها مقارنه صغيره مثلا لاخر 5 سنين. مم. انت اخر 5 سنين مستوى الصناعه بتاعت القهوه بقت عامله ازاي؟ طورت طبعا. بس ده كل اللي انا اقدر اقوله. الاويرنس اساسا بتاع الناس لا بقى الموضوع مختلف تماما عن الاول. كوبايه القهوه في اليوم بقت مهمه جدا لناس كتير، اذا كان بقى قهوه تركي، اسبريسو، كابتشينو، لاتيه، كل واحد وهو ذوقه. الصبح كل واحد كده وموده. بالظبط كده. والصبح لازم القهوه بتاعتك دي تكون، لو انت مش معموله كده بشغف كده والنفس كويسه، ممكن تظبط لك اليوم وممكن تقفل لك اليوم عشان كله. كده قلت لك في الاول يا صباح القهوه يا مساء البن. يا مساء عارف الفل. انت؟ البن بيتشرب في اي وقت. بس عايز اقول لك القهوه ريحتها طالعه. انا عاوزكم بس تشموا بس لحظه، بس اعمل انا ريحتها جايه لي من هنا بصراحه. ممكن تشرح لنا ايه آخر عشان بس دريب. الناس تفهم معانا؟ دي حاجه اسمها فيس كريستي. الفيس كريستي تكنيك لطيف وظريف. هي فيس كريستي دي عشان هي واخده زاويه 60 تمام، من اشهر التكنيكس في العالم الفيس كريستي، ومن اكتر الحاجات اللي الناس بتحبها كمان ومياله ليها. قويه مش قويه، هي بالانس. هي بالانس. لو هنتكلم في الاقوى، لا في حاجات تانية اقوى زي الايروبريس طب مثلا. ايه الفرق ما بينها وبين الامريكان كوفي؟ لا فرق كبير. لا انت هنا البروينج بتاع القهوه هنا مختلف. بص للقهوه، بص للنزول بتاعتها، الفرمنتيشن بتاعها، طحنة البن ممكن. الفليفر وطحنه البن. يعني هي سيكونس كتير. بس انا شايف فلتر وشايف ميه سخنه، عارف انت فكره الامريكان اللي انا بحبها. هي دي مش امريكان. هي دي، لا انا بقول لك يعني نفس قريبه من بعض. هي دي فلترد كوفي، او زي ما بيقول لك فلترد كوفي. يعني هي الاسماء تمام. فلتر كوفي. انتوا ممكن تعملوا تشموها كده سميل بس كده. احنا هنعمل حاجه اسمها كوفي تيستنج. انا عاوزكم تعملوا سميل كده وتستنشقوا القهوه كده وتقولوا لي رايكم ايه. لا حاجه انا شاممها اصلا وانت ريحه يعني وانت بتعمل ميه. شوكليتي. طب خشاب قول لي ازاي الكافيهات بتختار البن بس انت بتاعها؟ انبسطت ازاي؟ طبعا. يعني انا اول شمه انا هقطعك يعني سوري، يعني هعمل هولد بس للسؤال ده دقيقه واحده بس. تمام اتفضل. في الكوفي تيستنج لما بنيجي بنعمل حاجه اسمها سميل. السميل ديت انت بتعبر عن الحواس بتاعتك فيها ايه. مش لازم، مش يعني كل واحد هيكون فينا مختلف. مظبوط. واكتر واحد بيميز الحاجات دي اللي ما بيشربش سجاير، تبقى الحواس بتاعته شغاله اكتر من اللي بيشرب سجاير. تمام. المدخن بتفرق معاه الموضوع ده طبعا. احنا مش مدخنين ده تمام. بتفرق كتير جدا كمان في الموضوع ده طبعا. مش بتفرق بس. طيب كنت بسألك اتفضل. ازاي الكافيهات بتختار البن بتاعها، وهل البن بيفرق في الجودة بتاعته من المستورد والمصنع والمتحمص محلي؟ بيفرق كتير جدا. بيفرق كتير جدا. المحمص المحلي دوت بيبقى افضل كتير جدا من المتحمص المستورد. تمام. لان انت بتضمن الفريشنس وبتضمن الكواليتي بتاعه في حاجات كتير جدا. القهوه المتحمصه وجايه لك من بره بيبقى ليها خط سير ولوجيستكس كبير. ولو هي مش متخزنه بالمواصفات الصح عشان تحافظ على القهوه بتبوظ. وفي نفس الوقت بتنزل تحت. التخزين هو بدايه الجوده. طبعا. القهوه ليها 4 اعداء رئيسيين اللي هم ايه؟ الرطوبه والضوء والميه والحراره.
تمام. دول يعني دول اساسي. طول ما انت بعيد عن الاربعه دول انت هتقدر تحافظ على القهوه بتاعتك بسبيكس معينه. طبعا في الوير هاوس وفي المخازن والحاجات دي بيبقى ليها سبيكس معينه لازم خليني برضو اقول لك على حاجه مهمه جدا بخصوص موضوع تحميص القهوه والجزئيه دي. عايز اقول لك ان مصر في العشرين 24 وارداتها من البن الغير محمص وهو يحمص محليا وصل تقريبا ل 280 مليون دولار امريكي، بمقارنه سنه 2023 كان تقريبا 195 مليون دولار امريكي. فانا شايف ان ده حجم قوي جدا لدخول الحبوب اللي هي بيتم تحميصها داخليا محليا. اتفضل. فده بيفرق في استثمارات قويه، يعني نسبتها عليت طبعا تقريبا حوالي 42%. يعني علوها ان مصر فتره في سنه 2024 استيرادها للبن بس ما حدش يشرب لما انا اقول له لو سمحت. تمام اوكي ماشي هنظبط معاك الكوفي تيستنج. فهنا تقريبا في زياده. لا بس بجد تسلم ايدك، ريحتها حلوه، انا عجبني واعتقد برضه كخشاب اضافات جيده ان انت تاخد يعني ان انت تجيب بن اخضر وتحمصه في مصر، ده افضل للجوده وكوستنج كمان. بص يعني هو افضل لحاجات كتير جدا، اولها واهمها الصناعه ببلدك دي. يعني القهوه دلوقتي الخضراء بتنزل تحت بند الصناعه، وبعدين انت بتدخلها اخضر فهتشغل فيها حاجات ناس كتير جدا ويبقى فيها سيكونس كتير. طبعا تمام. دي رقم واحد. المحمص هتشتغل، بتوع الباكينج هيشتغلوا، احنا بنتكلم بالذات لو حد عنده كمان يعني مشروع كافيه طبعا هيبتدي يعمل البلند بتاعه وهيبتدي هيبقى الموضوع كمان هيبتدي يوزع، هيبقى كمان الموضوع اسهل للناس اللي هي مش هتقدر تعمل روستنج في الاول، فهتتجه للمحامص اللي موجوده هنا فتبتدي تاخد منها. ولو انت عندك كافيهات في نفس الشركه هتقدر تكفر الحاجه بتاعتك. بالعكس انت ممكن تصدر من هنا لبره كمان. ده بيحصل يا خشاب عندنا في مصر؟ ده بيحصل. بيحصل طيب بيحصل وعندك كذا حد يعني تاني. هل في قواعد للمزج ما بين البن او مزج بين القهوه وبعض؟ في قواعد اساسيه طبعا الناس كلها بتتبعها؟ ممكن نأجل الاجابه دي ونعمل تيستنج بس على القهوه. بس هنعمل سميل الاول، هنعمل حاجه اسمها سميل. يعني تحفه بصراحه. حاسس بايه؟ شامم ايه؟ انا بالنسبه لي انا في الشوكليت برضو، في طعم الشوكليت. انا حاسس في ريحه الشوكليت، يعني انا بالنسبه لي كده. اوكي ممكن ادوق. ما احنا هنعمل بقى السكند هنعمل سليرب. بص لما تيجي تعمل سليرب مش مع رول يا مستر. احنا لما بنيجي نعمل امشي مع رول، ما تخالفش الرول دايما. احنا لما بنيجي نعمل يعني دي خلي بالك الكوفي تيستنج دوت هو خطوه بدائيه جدا او خطوه خفيفه جدا اللي هو مش عايش في عالم القهوه او اللي بيجرب حاجه جديده. بالظبط. يعني انت اول حاجه تعملنا السميل هتعمل السليرب، بس لما تيجي تعمل السليرب لازم تعمله كده. نبدا. ليه بتعمله كده؟ بتعمله زي السبراي بيتدخل هواء معاه. ليه؟ علشان القهوه تتشبع في بقك كله، تطلع بقى فوق وتحت. شوف انت اللسان ليه تقسيمه. عشان تعمل كوفي تيستنج او تيستنج لاي حاجه لازم تفهم لسانك متقسم ازاي. احنا لو بصينا للسان الطرف هنا السولت الملوحه، والدتي ووالدتك في البيت وبتاع لما بييجوا يدوقوا اي حاجه صح على طرف اللسان. صح سولت. صح. الحاجات الصور بتعرفها فين؟ في الجنبين. صح الجنب اللي هي الحمضيات. الحاجه حلوه او وحشه بتعرفها ازاي؟ باللسان. لا، اول ما بتيجي تقطم كده بتعرف الحاجه حلوه ولا وحشه، ولا بتستنى لغايه لما تنزل لاخر اللسان هنا لاخر الحنجره الاخر؟ لان الحته الاخيره اللي في اللسان اللي هي بالعرض دي بنسميها ايه؟ البيتر او البيترنس، اللي الحاجه حلوه او وحشه. الحاجه خفيفه او تقيله بتعرفها ازاي؟ اللي هي بالنسبه في الميدل بتاع اللسان. مظبوط. في النص اسمها ما بين البرتقال والمانجا، تلاقي البرتقال راح المانجا تحس بتقلها في نص اللسان. مظبوط كلامك. فهي دي اللسان. هنا في الاول السولت، الاخر البيتر، الجناب الصور، اللي في النص الهيفنس بتاع الحاجه. انت لازم تكون فاهم الحواس بتاعتك عشان تقدر تعمل تيست كويس. شكل صحيح. القاعده اللي انا بقولها لك او اللي تقسيمه اللسان دي لاي حاجه، لاي حاجه، سواء اكل شرب بتاع اي حاجه. فهمت الكلام ده؟ هتقدر لما يجي لك هنا مثلا حمضيه، دي كده صور، يعني حمضيات، ليمون، برتقال، مراره او حاجه هتحس بيها في الاخر اللي حاجه طعمها. انت لما تيجي تاكل اي ساندوتش، تيجي تاكل اي حاجه، اول ما بتقطم تقدر تقول ده حلو ولا وحش؟ لا، ولا بتستنى لغايه لما لازم تستعمل الاول. يقول لك 2 بايتس او 2 مينتس. بالظبط كده. ناخد بالظبط. نعمل سليرف تاني. هي فيها سترينس شويه القهوه. يعني القهوه يعني تقيله شويه. الطحنه بتاعتها ممكن تكون ناعمه شويه. ناعمه شويه. المفروض تكون اخشن من كده.
انا بحب القهوه برضو الخشنه دي. هي مش مساله انت كل تكنيك ليه درجه طحنه معينه. مم. التكنيكس دي دايما كلها في الخشونه مش في النعومه. مم. الاسبريسو هو اللي بيبقى ناعم شويه، مم. بيبقى ليه درجه معينه، وكل مطحنه بيبقى ليها حاجات معينه، مش كل المطاحن تنفع تعمل كل حاجه. مم. انا شايف ان الموضوع القهوه ده صار يعني توجهاته كتيره جدا في الوطن العربي، انتشر بكثافه غير طبيعيه. انت شايف ثقافه القهوه فين في مصر اخر 5 سنين؟ يعني نقول مثلا من 20 لحد 25 وكمان سنتين جايين، انت شايف القهوه ثقافه القهوه رايحه فين في مصر؟ لا، في تطور كبير جدا في ثقافه القهوه، ولسه هيبقى في تطور اكبر من كده كمان. وبعدين صناعه القهوه في مصر كمان هي مش بقت مجرد صناعه قهوه، انت بتشرب كوبايه قهوه وخلاص. دي بقت صناعه اساسيه، ويعني وفاتحه بيوت ناس كتير، وواخده عدد عماله كبير جدا في البلد. طب انت واخدة انت لو بالنسبه لك حد عايز تعمل له ريكومنديشن، يعني تقول له روح المكان ده، انت ترشح لنا مكان او مكانين انترناشونال موجودين في مصر، وفي المقابل ليهم مكان او مكانين لوكال في مصر. بص، يعني اللوكال يعني صناعه محليه، في والانترناشونال بتاعي انا برضو عارف ان انت عندك باع كبير. يعني انا بتكلم ان انا عارف ان انت عندك اكسبيرينس، يعني مور زين بنتكلم في 27 سنه انت اشتغلت في اكبر لاين كوفي انترناشونال موجود في الميدل ايست، واغلبيه المالتي انترناشونال براندد العلامات التجاريه اللي اتولدت على ايدك في مصر، او انت كنت من احدى المساهمين في دخولها مصر. احنا شايفين النهارده السوق عندنا، السوق المحلي، انت توصب حاجتين نقدر نعملهم ريكومنديشن لاي حد، نقول له زور قول اسامي عادي يا سيدي، ما تكسفش. مكانين، وبالمقابل ليهم مكانين لوكال، عشان نعرف برضو مستوى اللوكال براند، الصناعات المحليه، هل بدات توصل وتنافس، ولا انت شايف الوضع رايح لفين؟ لا، الوضع كويس. يعني انت مثلا بتتكلم في لوكال، انا شايف سلانترو، لان اللوكال كمان. بص، اقول لك على حاجه قبل ما اقول لك الاسامي. في نقطه، هو مش مساله كواليتي اوف كاب اوف كوفي وخلاص، مساله كمان الاستمراريه والاستابيليتي بتاعت البراند بقى لها كام سنه. مظبوط. لان احنا مش هنقدر نقول على براند مستمر او مش مستمر الا من 3 ل5 سنين تبتدي تقول البراند دوت هو ايه. ففي براندات كتير لوكال فتحت وقفلت الفتره الاخيره، وفي براندات لوكال فتحت، وفي براندات لوكال واستمرت وبقت حلوه زي سلانترو مثلا. انا بحب سلانترو بصراحه. سلانترو انا شايفه من الحاجات الجميله جدا جدا جدا. عندك في الانترناشونال، لا انا برضك معاك ان سلانترو انا شايف هو عنده استابيليتي قويه جدا، عنده اويرنس عاليه جدا، القهوه بتاعته حلوه فيجو. كمان الناس متدربه صح، سيستماتيك مظبوط، السيستم حلو، الفايبز زي ما قال الخشاب فعلا. بس عاوز اقول لك بقى له كام سنه في بس عاوز اقول لك على حاجه، قبل في الاماكن ديت قبل ما بتبص للكواليتي لازم بتبص للسيرفيس والهوسبيتاليتي عامله ازاي. يعني هي مجموعه لان انت صح؟ لا، بس في حاجات تقدر تستغنى عنها، في حاجات ما تقدرش تستغنى عنها. مثلا يعني انت لو قاعد في مكان عندك الهوسبيتاليتي فيه كويسه والكواليتي فيه قليله، هتقعد فيه وهتقعد تحاول وتجرب مع الناس لغايه لما يوصلوا لك. لكن لو قاعد في مكان الكواليتي بتاعته كويس والهوسبيتاليتي بتاعته مش حلوه، هتقوم وتمشي. لا انا بص، انا في الحته دي يعني في جزء انا كولي بهتم بيه دايما. انا احب لما اخش اي مكان سواء كان كافيه او مطعم تفاصيله كلها تعجبني. يعني انا من الناس اللي هو ايه، لازم تقابلني كويس وتعاملني كويس وتبقى قاعد في مكان مهندم، مزيكا حلوه. ما هي دي الهوسبيتاليتي اللي انا بقول لك عليها. فمجموعه العوامل دي انا انا بحبها. يعني حتى لو قدمت لي الاحسن قهوه في الدنيا، لكن الناس مش اديكيتد قوي وناس مش بتقابلني باحترام، مش هتقعد مرتاح. يبقى انت كده متفق معايا. صح. انا بقول لك الهوسبيتاليتي انا بشوف ده في سلنتر بصراحه. يعني طول الوقت انا بشوف ده في سلنتر. لا، وعندك براند تاني برضو في المالتي ناشونال برضو، لا، اسبريسو لاب من اهم البراندات دلوقتي كمان. يعني بحب برضو اسبريسو لاب برضو، وبقى له اكتر من 10 سنين. وبعدين هو من اول البراندات اللي فتحت السبيشاليتي كوفي والثيرد ويف بتاعه الكوفي بشكل عام. لا، الاتموسفير برضو بتاعه حلو، والفايبس بتاعته حلوه جدا. انت بتقعد فيه فريندلي شيب في الموضوع. يعني في اسبريسو. خلينا نسال سؤال مهم جدا، يعني بيهم ناس كتيره عاوز تعرفه. يعني لو حد بيفتح مشروع صغير كوفي، تمام، انت تنصحه بايه وتنصحه يختار البلند بتاعه ازاي؟ بص، انا انصحه بايه قبل ما نقول بلند وقبل ما نقول حاجه، لازم يكون في بلان كويسه، وعلى حسب البلان بتاعته نبتدي نقرر. مثلا هو دلوقتي لو انت عامل بلان في اول سنه حاطط لك مثلا من فرعين ل3 فروع، يبقى من دي 1 تبتدي تعمل روستري وتجيب روستنج ماشين. تمام. انت مش حاطط البلان ديت، يبقى لا، يبقى تعمل الكافيه ونبتدي نشوف حد في الماركت كويس، نبتدي نشوف البلند والقهوه بتاعته عامله ازاي. القهوه ليها اساسيات. شوف ثقافه الشعب الاول اللي انت موجود فيه هو ايه، بتبتدي تتوجه ليها.
وتشوف البيزك. بعد كده تجيب لك نوع او نوعين مختلفين عن الماركت، مم. بس ما عشان ينفع تقدم حاجه مميزه، بالظبط. بس ما تقدمش لازم شبه حد. لما اجي اقدم الحاجه لازم أنا اكون ماشي على نفس السيمتريه بتاعت الماركت، ما اكونش مم. انا فاز. بجانب ليها بقى اجيب حاجه او اتنين كويسين مختلفين تماما عن الماركت، ابتدي اقدمهم للناس. ده من وجهه نظري يعني. انا مبسوط قوي ان ارابيكا دخل مصر. يعني انا كنت بسمع عنه كتير بره، وفرحت قوي لما جه هنا وجربته فعلا وعجبني. ارابيكا عامل شغل كويس 100%. ارابيكا كويس مم. جدا وعامل فعلا شغل بره كويس جدا، وهنا اول ما فتح عمل شغل كويس، بس مم. حصل يعني شيء ما ابتدى الكواليتي والحاجه ابتدت تقل شويه عن بره يعني. عبد الله مركز جدا في موضوع القهوه قوي في تفاصيلها، ويعني بحبها. متابع البراندات بشكل. طب خليني بحبها. اقول لك يا عبد الله، القهوه عندك اسلوب حياه ولا مزاج؟ والله يا وليد، بص اقول لك حاجه. انا فاكر احنا كنا برضو مع بعض في مشوار كده، ولقينا قهوه كده مشغله ام كلثوم مظبوط. بجد. قلت له انا عاوز اشرب قهوه. قلت له وليد انا عاوز اشرب قهوه. يعني برضو الاتموسفير برضو بيدي طابع حلو طبعا وبيكمل طبعاً. الصوره بتاعت القهوه. يعني انا كنت مبسوط وانا قاعد بسمع الست وقاعد بشرب قهوه. هي كانت حلوه، ما كانتش يعني طب انا يعني طب عارف انا انت؟ هقول لك على حاجه. انت تعرف ان القهوه الناس كلها فاكره القهوه مضره للقلب. بالعكس. القهوه مفيده جدا للقلب، ومفيده جدا وليها فوائد كتير جدا، ودكاتره كتير جدا طلعوا قالوا الكلام ده. بس احنا هنا القهوه التركي بنشربها غلط. بنشربها الوش تقيل جدا جدا مظبوط. هي المشكله كلها في الوش دوت. خليني القهوه اقول لو لك اتشربت مغليه خليني اقول لك حاجه مهمه تلاقيها بقى. جميله جدا مظبوط، وتعرف صحية تستفاد على بيها. فكرة. بس ما تضرش تشربهاش على معده الكلى. فاضيه. بس ما تشربهاش على معده فاضيه. امتى الخشاب بيحس ان فنجان القهوه ليه معاني خاصه، يعني مختلف، فنجان القهوه ده مختلف؟ لما اكون انا عامله ازاي؟ او اشخاص معينه. يعني انت يعني لما انا تروح اي مكان بره، بص انا مش انت اللي تعمله، فانت هتطلبه. لا. فانت اكيد بتحبه من عند حد معين. بص انا القهوه الصبح بدري لابس النضاره وقاعد في شمس، لازم اعمل لي كوبايه القهوه واقعد انا بايدي لوحدي. انا بحب فيروز. ولو في البيت بايدك. ممكن بايد مراتي. بس يعني الاوقات ديت لا، انا يعني قهوه مع فيروز من الصبح ومع كده، لا الموضوع بيبقى الله. لا وبعدين حلو الجو ده كمان على فكرة. وبعدين انا القهوه الصبح لو مش معموله صح ممكن تقفل يومي. ده بجد. بتتعكنن، بتحس لا هتلاقي في حاجه مش مظبوطه. وفي ناس كتير جدا على فكره كده، في ناس كتير جدا موديه من القهوه. مش موديه من القهوه، بس هي فكره ان هو انت بتشرب كوبايه قهوه، انت عاوز مشروب كويس. ده بعد اللي سمعناه النهارده يخلينا نعرف ان القهوه مش مجرد مشروب، اسلوب حياه. القهوه حكايه ورا كل فنجان.